من اكتر المجالات اللي ممكن تتعلم فيها في البيزنس هي شركات المية. احلى حاجة في شركات المية ان هم بينفذوا نظرية التاب ووتر. في نظرية التاب ووتر دي بتتكلم عن ازاي ابقى متواجد في كل وقت، ازاي يبقى منتشر، ازاي يوصل لمرحلة الانتشار زي المية اللي هي في الشارع، زي المية اللي في اي حتة موجودة ومتوفرة طول الوقت. وده بيفرق معاه في ايه في النظرية دي؟ النظرية دي بتتكلم عن الوفرة، يبقى عندك وفرة في المصادر ووفرة في السيلز بوينتس اللي انت بتبيع فيها، ودايما البرودكت عندك قصاد الكاستمر بيظهر له وبيبدأ ان هو يشتري منه كتير وكتير وكتير. وده اللي شركات المية بتعمله، هي متوفرة في السوبر ماركتس، بتجيلك لغاية البيت، وكمان موجودة في الأماكن اللي أنت بتخرج فيها، فهي قصادك طول الوقت. فإزاي تقدر تشتغل على نظرية تاب ووتر عندك في البيزنس؟ ببساطة جدا تشوف منتج أو خدمة تقدر توفرها بمبلغ صغير جدا، تقدر إن أنت تنشرها في الأماكن اللي الكاستمرز عندك موجود فيها. وده هيفرق معاك جدا في إن هو هيدخل لك دخل مختلف ودخل منتشر من كل حتة. دايما حاول تشتغل على ان انت تزود السيلز بوينتس عندك، دايما حاول ان انت تنتشر في البيزنس وتطبق نظرية التاب ووتر.